تواصل صناعة الطيران بالمغرب تسجيل مؤشرات نمو لافتة، حيث تحولت المملكة المغربية إلى منصة صناعية إقليمية ودولية في هذا القطاع العالي التكنولوجيا. وقد بلغ رقم معاملات صادرات صناعة الطيران خلال سنة 2024 نحو 26.4 مليار درهم، مع نسبة إدماج محلي تجاوزت 40%، فيما يضم القطاع أكثر من 150 شركة ويوفر أزيد من 24 ألف منصب شغل عالي التأهيل. هذا التطور لم يكن أبدا وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية بعيدة المدى راهنت على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من خلال توفير بنية تحتية متكاملة ومناخ استثماري تنافسي قبل استقطاب المستثمرين. ويعود تطور الصناعة الجوية بالمغرب إلى ارتكاز على مسار تراكمي انطلق منذ عقود، وتسارع مع إطلاق مخطط صناعي هيكلي مكن من استقطاب كبار المصنعين العالميين، وعلى رأسهم سفران وإيرباص وبوينغ، إلى جانب شركات دولية متخصصة في تصنيع مكونات الطائرات والمحركات والهياكل المركبة، ما عزز حضور المغرب داخل منظومة صناعة الطيران العالمية. كما ساهمت مناطق التسريع الصناعي وفي مقدمتها ميديا بارك الدار البيضاء في ترسيخ هذا التوجه، إلى جانب إحداث مؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات، من بينها معهد مهن الطيران، الأمر الذي وفر رأس مال بشري مؤهل يستجيب للمعايير الدولية ويواكب احتياجات المستثمرين في هذا القطاع الدقيق. كما يلعب الموقع الجغرافي للمغرب في بروز هذه الصناعة إلى جانب بنيته اللوجستية المتطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط واتفاقياته التجارية مع عدد من الأسواق الدولية، إضافة إلى عوامل أخرى جعلت المملكة وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج مستقرة وقريبة من أوروبا، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الأخيرة. ويتطلع المغرب إلى مرحلة جديدة من التطور الصناعي ترتكز على الطيران المنخفض الانبعاثات والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير البحث العلمي والتصميم الهندسي المحلي. كما يبقى مواصلة الاستثمار في الابتكار وربط الجامعات بالمقاولات من أبرز الحلول التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل دولي لا يقتصر على التصنيع، بل يمتد إلى تطوير التكنولوجيا وإنتاج المعرفة في قطاع الطيران.